ما زال الحديث حول آثار الذنوب بحسب ما يستفاد من الروايات والقرآن. وقد ذكرنا أن الذنوب لها آثار تكوينية على الإنسان، وأشرنا إلى بعض الآثار في الجلسات السابقة. ومن الآثار المترتبة على الذنب كما يستفاد من الروايات هو نقصان العمر. فعمر الإنسان له تقدير خاص عند الله سبحانه وتعالى، كأن يعيش مثلا 70 سنة، ويقدر الله سبحانه وتعالى أنه إذا عمل بعض الأعمال الصالحة كبر الوالدين وصلة الرحم فإن الله يمد له في الأجل فيعيش 80-90 سنة بحسب ما قدره الله من الخير للإنسان. وفي مقابل ذلك إذا عمل بعض الأعمال السيئة كقطيعة الرحم، كعدم البر بالوالدين، عقوق الوالدين، فإن هذا مدعاة إلى أن أجله ينخرم، يحصل انخرام في الأجل. فالذي قدر له أن يعيش مثلا 60 سنة قد يموت في 40 أو 30 بسبب بعض الذنوب والإصرار عليها والانغماس فيها. بل ورد في بعض الروايات أن الموت بغير الأجل بالذنوب أزيد من الموت المقدر. ولهذا ورد في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، يعني يقدر له أجل معين ولكن بسبب بعض الذنوب ينخرم عمره. ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالإعمار، يعني الله ما قدر له بالتقدير الأولي أن يكون معمرا، ولكن بسبب الإحسان وبسبب أعمال الخير وقضاء حوائج الإخوان مثلا الله سبحانه وتعالى يمد له في العمر. إذن من الآثار التكوينية المترتبة على الذنوب هو نقصان العمر، وفي قباله على التقوى والطاعة زيادة العمر. الأثر الآخر هو موت الفجأة، وقان الله وإياكم من هذا الموت الذي يكون عقوبة. فمن آثار الذنوب موت الفجأة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة. إذن الذنوب بشكل عام كما عرفنا لها أثر تكويني، ولكن بعض الذنوب الخاصة لها أثر خاص، وهو أنها تؤدي إلى أن الإنسان ينخرم عمره فيموت بالفجأة دون استعداد. والإنسان عنده طول الأمل. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: أخوف ما أخاف بل عليكم خصلتين هلك فيهما من هلك: طول الأمل واتباع الهوى. الإنسان عنده طول أمل، يقول غدا بعد غد إن شاء الله، عقب 2 إن شاء الله، عقب 10 سنوات، ويخطط مشاريع كبيرة، وينسى أنه في هذا الطريق قد يأتيه الأجل في أي لحظة.
فلا بد أن يكون مستعدا. لو جاءك ملك الموت الآن وقال لك سنقبض روحك، هل أنت مستعد؟ أو تقول انتظروني يومين، سنتين؟ فلا بد أن الإنسان يعيش حالة الاستعداد للموت، يصفي أموره بينه وبين ربه. إذن من آثار الذنوب موت الفجأة. الأثر الثالث أيضا من الذنوب، آثار الذنوب، هو عدم استجابة الدعاء. ولهذا ورد في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. فهناك بعض الذنوب تؤدي إلى عدم استجابة الدعاء. ولهذا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها. الله كاتب أن تقضى هذه الحاجة إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء، يعني بعد يوم يومين. فيذنب العبد الذنب فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقضي حاجته واحرمه إياها فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. إذن من الآثار المترتبة على الذنب هو عدم استجابة الدعاء، سلب الرحمة، فإنه هذا لا يكون مؤهلا لذلك. إذن هذا أيضا من الآثار التي تترتب على ذلك. الأمر الأخير الذي أذكره في هذه العجالة هو ما ورد في بعض الروايات أيضا من آثار الذنوب: نسيان النفس. لاحظوا هذا المعنى، نسيان النفس. والمراد من نسيان النفس أن الإنسان لا ينتبه إلى تزكية نفسه وتهذيبها، فعنده غفلة. ولهذا ورد في بعض الروايات أن الله إذا أحب عبدا نصب عيوبه بين عينيه فلا ينشغل بعيوب الناس عن عيوبه. وإذا أراد الله بعبد شرا، لأن العبد هو أراد لنفسه الشر، فإنه أنساه ذنوبه وشغله بعيوب الناس. إذن الذنوب تكون مدعاة إلى أن الإنسان يغفل عن ربه، يغفل عن تزكية نفسه. بران على قلوبهم. ولهذا ورد في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنسيان الله بل تؤدي إلى نسيان النفس، أولئك هم الفاسقون. وورد في الآية: نسوا الله فنسيهم. فإذا الله ومعنى نسيان الله يعني عدم شمول الرحمة الإلهية إليه، الله لا ينظر إليه. وإذا الله لم ينظر إلى العبد أوكله إلى نفسه، فإنه يكون ذلك هو الخسران المبين. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقان الله وإياكم من آثار هذه الذنوب، وجعلنا على خط التقوى حتى يتوفانا. ونسأل الله حسن الخاتمة، وأن لا يميتنا ونحن على ذنب وممقوتين لله سبحانه وتعالى، وأن لا يخرج هذا الشهر إلا بغفران الذنوب، فإن الشقي كل الشقي من حرم غفران الذنوب في هذا الشهر العظيم. وفقنا الله وإياكم للعبادة والطاعة والتقوى وتزكية أنفسنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.